اي نورمال مش يتكلف العرس 55 مليون بعد اللي اغلب التوانسه واثقين انه العرس هو فرحه العمر وهو الفرحه الاخيره، يمكن ما عندهمش حتى امل انه فما فرحه اخرى بعد العرس. تلما 55 مليون برشا فلوس، تنجم تعمل لك حاجه تجيب لك برشا فلوس لا فيغيتي. حاجه اخرى انك تتوقع من انسان عمره 30 سنه باش ينجم يكون عمره عنده 55 مليون في تونس قليل، اللهم بوه خادم كيفاش يقولوا مخليله. اما انسان عرفت تقرا وهو ديجا ساعات قام اعمارهم 30 سنه ومازالوا ما خدموش تلما فما بطاله. لذا 55 مليون عرس تو ماتش. وبرا عاد كان الراجل هو الدخل الوحيد اللي يوفر في الدخل، معناها واحد في المنزل ما فماش مدخول ثاني، اوتوماتيكلي يلزم يخلص الديون هذيك بيان سور. شكون باش ينجم يعرس من غير ما معناها يقول قايل يصحح كمبيالات كسوا في الحاجات في الابلاينسز في الجدار التيلي الفازات هذوك نتاع الدار، وبيان سور نقص الفلوس والديون تعمل الضغط راهو، وتقلق بسيشيكمون وتقلق عقليا تقلق. هذاك علاش اغلب الزواج يفشل، على خاطر الضغط هذاك باش يأثر سلبا على طريقة المعاملة، على معناها الحياة الزوجية، فهمت؟ لذا 55 مليون الحقيقة تو ماتش. ديما فما لوبسيون انك تعمل حاجة لما صغيرة، تعمل فوتوشوت باهي، عرفتوا الفايدة في الهنا كما يقولوا. اما انك توحل روحك في ديون كبيرة كيكا ما عندكش ليها جهد، تو ماتش كسوا الراجل ولا المرأة. اوكي 55 مليون الحقيقة برشا. كل واحد بيان سور يعمل اللي يحب، ربي يهني الجميع.